مساء الخير على احلى واجمل متابعين حبايبي واخواتي، وحشتوني وحشتوني وحشتوني. النهارده جايه لكم باحلى صينيه كيكه، طبعا مليانه الوان من جوه وشكلها جميل وتحفه. وبصراحه يعني شكلها يخليكي تمسكيها كده تاكليها اكل. انا عملتها بالشكل الجميل ده، قلت حاجه حلوه للعيال وفي نفس الوقت تغيير. يلا تابعوا معايا للاخر وشوفوا انا عملت الشكل ده ازاي. طبعا سخنه مولعه وورايا جيش عايز ينط جوه الطاسه. هنا بقى انا عندي نص كيلو لبن، وكوبايتين سكر، كوباية 5 بيضات، كيسين فانيليا، كيس بيكنج باودر. بس انا هنا حطيت كيسين، هقول لكم بقى الغلطة اللي كانت عندي. وهنا عندي كوباية زيت. هنا هجيب الخلاط بتاعي بقى، هنزل ب5 بيضات بتوعي، كل دوت على كيلو دقيق. الكمية دي 5 بيضات. طبعا البيض غالي، انتوا عارفين البيضة بقد ايه دلوقتي، والاسعار بسم الله ما شاء الله يعني بقت زي الفل. فربنا يلطف بينا يا رب ويرحمنا برحمته. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر نلم الدنيا ونلم الليلة. يبقى انا هنزل هنا ب5 بيضات بتوعي. يعني البيض بيكش، يعني ببعت الولد يجيب لي، بيجيب لي بيض عصافير، معرفش ازاي. بس يلا مش مشكله، نعمه ورضا، كويس اللي هو موجود. هنزل ب5 بيضات بتوعي هنا، وبعد كده همسك ايه، همسك كوبايتين سكر. يبقى نص كيلو دقيق كوبايه سكر. هنا انا عندي كيلو دقيق، كيلو دقيق نزلت بكوبايتين سكر. بس انا بحب السكر على قد بالظبط، يعني ممكن تحطي كوبايتين ونص، ممكن تحطي 3، على حسب السكر الرغبه بتاعتك. هنا نص كيلو لبن. يبقى نقول مكونات من تاني. هنا عندنا كيلو دقيق، هنستعمل عليه كيلو دقيق، هنستعمل نص لبن، 5 بيضات، كوبايتين سكر. يعني ممكن نقول نص كيلو سكر. السكر بقى على حسب الرغبة زي ما انت عايزة. حطيت هنا كيسين فانيليا عشان الزفر بتاع البيض عندي. وهبتدي بقى اشغل الخلاط كده، ايدينا وجعانة، ما فيناش صحة وما فيناش حيل. ما لقيتش الفيشة، هروح في مكان في فيشة وارجع لكم. رحت في المكان اللي فيه الفيشة ورجعت لكم وخلصت وضربتهم في الخلاط وبقوا زي الفل. ننزل بقى في حلة كبيرة كده عندنا عشان نعرف نقلب براحتنا. لان بسم الله ما شاء الله احنا قلنا هنا كيلو دقيق. يعني انا عندي بسم الله ما شاء الله لمة وعزوة. ربنا يا رب يخليهم لي يا رب، ويخلي كل واحد عياله، واللي معهوش يا رب يا رب يديه ويرضيه يا رب، وما يحرمش حد ابدا. فانا هنا عامله كميه حلوه عشان بسم الله ما شاء الله عندي عيال، يعني ربنا يخليهم لي يا رب. هنا نزلت بكوبايه زيت. هنقلب بقى الزيت كده مع الحاجه بتاعتي. طبعا انا عندي كان الخلاط مليان على الاخر، فما كانش في مكان اللي انا احط الزيت. فمش مشكله انت لو حطيتي الزيت مع الخليط، او حطيتيه بعد ما حطيتي الدقيق، مفيش اي مشكله خالص، في اي وقت تحطي. طبعا لازم تعملي الخطوه دي عشان الدقيق بتاعنا ما يكبش وتطلع العجينه بتاعتنا كبسه كده ومخليه الكيكه مش هشه. لو انت ما عملتيش الخطوه دي، الخطوه دي اهم حاجه، انك تنزلي كوبايه كوبايه كده اهو. طبعا انا مش هرخم عليكم ومش هطول عليكم عشان نختصر الفيديو. انا يا دوبك هعمل معاكم كوبايتين وكيلو دقيق هتسلى فيه بالراحه، وواحده واحده. وما تنسيش لو اول مره تشوف الفيديو بتاعي تعملي اشتراك وتعملي لايك وتكتبي لي كومنت حلو، وتديلي دعوه حلوه، واقول لك وانت مثلها يا حبيبتي يا اختي. كده احنا ايه زي الفل. بدل ما اطول عليكم وارخم عليكم، لا، هرجع، هروح وارجع لكم. هنا كنت خلصت خلاص الكيلو بتاعي. هنا بقى انا حطيت كيس واحد بيكنج باودر، لا، انا حطيت كيسين. بس الولا عماله مستنياه، اتاخر عليا، قلت لا انا مش هستناه، هنجز. وانا وبقلب ابقى احط الكيس التاني. فانا ما صورتوش معاكم، بس انا حطيت كيسين لان هو نص كيلو دقيق عليه كيس بيكنج باودر. يبقى هنا عندنا كيسين بيكنج باودر. ما تنسيش انا كنت مستنيه الولا، فالولا اتاخر عليا، رحت نزلت بالكيس دوت وقلت انجز وقتي عشان ايه، بسرعه يعني انجز حالك كده. هنا بقى تقلبي براحتك لغايه ما تلاقي في بقع كده اهوت، اللي هو البقبيق. لا مش البقع، اللي هي البقابيق اللي من فوق دي، اللي هي اللي دخلنا فيه الهواء، دخلنا الهواء في الكيكه كده اهو. بصوا، ايوه الحركه دي لازم تقلبي على قد ما تقدري. ولازم يبقى القوام ده، مش عايزين يبقى خفيف ولا تقيل. ممكن انت الكيلو بتاعك تحطي بعد ما تحطي الخليط بتاعك، ممكن تحطي كيلو الا ربع دقيق عشان ما تبقاش تقيله قوي معاك لو انت حسيتيها تقيله. ممكن تحطي الا كوبايه، ممكن الا كوبايتين. تحطي واحده واحده لغايه ما تحسي كده ان انت خلاص مش محتاجه تاني دقيق. هنا انا عندي لقيت العجينه بتاعتي كده القوام بتاعها جميل، لان انا بحبها كده عشان بتبقاش ماهيه معايا كده، وتبقى معجنه من جوه ولا تقيله قوي، الوسط. هنا هجيب 2 طبق، طبقين، هقسم النص هنا، نص كيلو دقيق هنا ونص كيلو دقيق هنا. نظريا كده تقسمي على قد بعض بالظبط عشان
ما يبقاش عندنا فيه لون شكله زياده. شايفين البقابيق اللي كنت بقول لكم عليها اهي؟ البقابيق دي شايفينها كده؟ احنا دخلنا فيها هوا كتير وبقى زي الفل معانا، ان شاء الله تطلع هشه وزي الفل. هنزل هنا بكوبايه كاكاو، معلقه كاكاو، سوري اوعي تلخبطي الدنيا، معلقه، معلقه، لان ده كاكاو مر وهيبقى محتاج سكر وهيبقى طعمه تقيل. لا 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 لا، معلقه يا دوبك، احنا عايزين اللون يتغير بس. معلقه واحده كده. بقى اعمل شبه الشاي بلبن كده كريمي. هنا جبت الطاسه دي بتاعتي، الصينيه بتاعتي هنا، وغرقتها دقيق. حطيت الاول حبه زيت وبعد كده حطيت دقيق. هنزل بحبه حبه، حبه من اللون ده وحبه من اللون ده. هنا طبعا انا مش واخده راحتي عشان الكاميرا جنبي، فانا مش عارفه اخد راحتي، ملخومه كده لخمه ما يعلم بها الا ربنا. طبعا انت مش هتصوري فهتلاقي نفسك واخده راحتك، وهتلاقي الشكل طالع معاكي احلى من كده. وانا مطبخي ضيق يا دوبك الترابيزه دي، يعني كويس اللي هي طلعت بالشكل ده يعني. هنا بقى وحبه حبه، حبه من ده وحبه من ده، هيدينا شكل جميل من جوه. طبعا الشكل الجميل دوت ما خلانيش استنيتها لما تبرد، لا ما استنيناش الكلام ده. اول ما طلعت من الفرن هو الطبيعي انك تستنيها لما تبرد عشان ما بتتاكلش سخنه اولا. لما بتطلع سخنه بتكبس معاكي، بتبقى كبسه. المفروض تسيبيها في الفرن بتاعتك تهدى خالص وتبرد، وبعد كده تروح ايه مطلعها. طبعا انا بسم الله ما شاء الله حبايبي ربنا يخليهم لي يا رب، ما بيصبروش على الكلام ده. هي وسخنه بتطلع لازم تتنسف ما بتقعدش. اديتنا الشكل الجميل دوت. هنحطها في الفرن ونرجع لكم. احنا بعد ما حطيناها في الفرن وحمرناها، بصوا بقى، ما استنوش لما تبرد. قعدت اتحايل عليهم، محدش راضي. خفت اروح اعمل حاجه اجي الاقيهم بوظوها، معرفش اصور. قلت لا مش مشكله، سخنه سخنه براحتكم، انا الحق نفسي واصورها. بصوا بقى الالوان من جوه، بصوا بقى مراجيح مراجيح. بصوا الشكل الجميل، ادانا شكل جميل ازاي من جوه. يا رب تجربوها ويا رب تعجبكم، وبألف ألف ألف هنا وشفا. باي باي يا حبايب قلبي.